الحافظ قرآن وسنة. فوق الحروف فوق الحروف فوق الحروف قضية تشغل بال الرأي العام، ونقاط حيوية يطرحها رموز الأقلام. سنوضحها كي نشرحها من وجهة نظر الإعلام، نضع نقاطا فوق الحرف وخطوطا للخبر الهام. فوق الحروف فوق الحروف. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا على قناة الحافظ وبرنامجكم اليومي فوق الحروف. مشاهدين أعزاء، المتتبع للأحداث الجارية والتي حدثت خلال 10 أيام ماضية، لابد أن نتذكر قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. بالفعل الفتنة نائمة، فمن يوقظها بالفعل فهو ملعون، مصداقا لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. بالتأكيد عندما نتحدث عن ملف الفتنة الذي ظهر في الآونة الأخيرة، لابد أن نتحدث عن الدور الواعي والدؤوب والصحيح الذي لابد أن تلعبه الإعلام أو دور الإعلام، وبالتحديد الصحف المقروءة وأيضا الصحف الإلكترونية. معنا عن الصحف المقروءة بالتأكيد الأستاذ الكاتب الصحفي حسن حامد، مساعد رئيس تحرير المساء. أهلا بحضرتك. أيضا من الصحف المقروءة الكاتب الصحفي محمد القدوسي. أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا بيك وسهلا. أيضا عن الصحف الإلكترونية الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عبد العزيز فرحات، شبكة إسلام أونلاين. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، ربنا يكرمك. بداية نبدأ بالصحف. أنا مشرف كمان عام على موقع المساء الإلكتروني. أهلا وسهلا. يعني بتجمع بين الإلكترونية والمقروءة. نعم. أهلا بيك أستاذ حسن حامد. ولو ان هناك اختلاط ما بين الاستاذ حسن حامد رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون الاسبق والكاتب الصحفي الاستاذ حسن حامد، اعتقد دي كانت بتعمل لك لبس. والله كتير، بس هو كان صاحبي عشان كده ما كنتش بتكلم يعني. يمكن قبل ما نبدا الحوار لابد ان نردد ان التردد الحديث اعتبارا من يوم 23 اكتوبر الجاري لقناه الحافظ هيبقى 1 2 3 4 1 افقي، 1 2 3 4 1 أفقي اعتبارا من يوم 23 أكتوبر الجاري. بداية نتحاور حول كيفية الخروج من المأزق أو من الفتنة الطائفية الحالية أو ملف الفتنة الطائفية الحالية، خصوصا على صفحات الجرايد المكتوبة. أستاذ حسن حامد الكاتب الصحفي، بخلاف الأستاذ حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، الجرايد المكتوبة أو المقروءة، ايه الدور المنوط بها للخروج من المأزق الحالي وهو ملف الفتنة الطائفية؟ أنا بس عايز أتحفظ بداية على فكرة الفتنة الطائفية. جميل. هي ليست فتنة. ليست فتنة طائفية. يعني أبناء مصر كانوا وما زالوا وسيظلون أبناء مصر اللي هم يعني طلعوا من بطن واحدة وهيروحوا قبر واحد، من الآخر يعني. كل الشعب المصري لذلك أنا خرج من رحم مصر. نعم. هنقول إن بطن واحد حضرتك تقصد نعم البطن المصري أو الرحم المصري. تمام. وبالتالي أنا لا أعتقد حتى ولو جدلا إنه يجي أخ يعني يشرح في أخوه أو يطعن أخوه بدون يعني وفقا لنظرية الارتباط الشرطي، لازم يبقى فيه محرك خارجي. أيوه. فما حدث بالتحديد هو نوع من أنواع التآمر ضد هذا الشعب، ضد هذه الأخوة وهذا النسيج الواحد. وللأسف الشديد نحن يعني انخدعنا، ونحن نمر بظروف قاسية جدا والبلد كلها متعبة. فأنت عارف لما يكون أنت عندك استعداد أنك تنخدع فبتنخدع بسهولة. ما حدث كان تآمر وكان مدبر، وفي شواهد بتؤكد هذا، أنه يعني لما نيجي للمدرعات اللي هي تم حرقها، عملية الحرق كانت من عند التانك بتاع المدرعة. يعني لا أتصور واحد بالتأكيد مستهدفها. بالتأكيد لا أتصور أن واحد لم يتدرب على هذا يعرف مكان التانك بتاع المدرعة فين عشان يروح يفجرها. وبالتالي بالتالي هناك شواهد وأدلة كثيرة تؤكد أن ما حدث كان بمؤامرة مدبرة
وفقا للكتالوج المباركي، كتالوج مبارك. يعني أنا بتصور أنه ما تعانيه مصر حتى الآن من بداية الثورة هناك أصابع خفية بتلعب لعبتها، يعني ناس تضررت كثيرا من الثورة، يعني نحن لا نستطيع أن ننكر هذا، كثيرون تضرروا من الثورة. مين اللي تضرر من الثورة؟ يعني كل من طالتهم الثورة بالضرر، يعني اللي كانوا منتفعين اللي كانوا بيعيثوا في الأرض فسادا بالتأكيد، يعني كل المفسدين، ولا يزال هناك مفسدون كثيرون في مصر الآن. خد بالك، يعني أنا بتصور إنه الثورة في أي بلد في العالم بتقتلع الفاسدين وتحاسبهم. تمام؟ أنت جيت كل من تحاسبه الآن من رموز الفساد اللي كانوا موجودين في عهد مبارك، للأسف الشديد أنت لا تحاسبهم سياسيا، أنت بتحاسبهم على جرائم تقدم بيها محامون وبلاغات، فبدأ النائب العام يجيب الملفات ويفتح الحدوته. لكن هناك ما هو الناس اللي أخطر من هذا، ثروتهم زادت بدون أسس. بالظبط. هناك ما هو أخطر، هناك ما هو أخطر من هذا، أن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية إلى يعني أستطيع أن أقول إلى قهر سياسي. من يحاسب من فعلوا هذا وكيف يحاسب؟ مفيش حساب لعملية القهر السياسي اللي تعرض لها الشعب. ويمكن حضرتك الكاتب الصحفي حسن حامد طرحت قضية، يمكن بدل ملفات الفساد الاقتصادية دخلنا في ملفات الفساد السياسية. تأكيد. برضو أنا هواصل الحوار حول الصحف المقروءة. اسمح لي أستاذ إسلام، هناخد أستاذ محمد القدوسي. اتفضل. قول لي رأي حضرتك الكاتب الصحفي محمد القدوسي، رأيك في ملف الفتنة. يمكن الأستاذ حسن قال إحنا ما عندناش فتنة طائفية، لكن عندنا أيادي خفية تحاول تعبث بهذا النسيج. طب أنا اسمح لي أستاذ حسن، اسمح لحضرتك أنا أختلف معكم أنتوا الاثنين. يختلف، وده اللي أنا عايزه. حضرتك قلت الفتنة نائمة، ده الفتنة ده إذا كانت كده نائمة، أمال لما تبقى صاحية هتعمل إيه؟ ده الفتنة متيقظة ومتفجرة، وبارك الله في من حاول أن يطفئها. لحد دلوقتي بعتبرها كانت نايمة وناس بتحاول تصحيها، لا لأنه ما حدث ده حاجة بسيطة. لا، ده هي صاحية ومتفجرة. أيوة. واللي حصل ده بداية وستتلوها خطوات أخرى، وأقول هذا لأن دورنا ليس هو تخدير الناس وليس هو إيهام الناس بأنه والله كله تمام يا فندم. لا، مش كله تمام. الإعلام هو دوره الإعلام بمعنى نقل المعلومة. كويس. هذا بلاغ للناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فإذا ما حدث هو بداية، وهناك والحبل على الجرار كما يقول العرب. هو ايه اللي حصل باختصار شديد؟ ومدام الاستاذ، اما اختلافي مع الاستاذ حسن حتى انه ما حدث ليس فتنه طائفيه وليس فتنه طائفيه عامه، صحيح اتفق في هذا الشق، لكنه فتنه طائفيه جزئيه. بمعنى انه عشان اقول فتنه طائفيه عامه لازم يكون كل المسلمين اللي في مصر واقعين في كل المسيحيين اللي في مصر وبسبب الدين. أما ما حدث فهو أن بعض المسيحيين الأرثوذكس في مصر، قيادات في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، تسعى إلى الاحتفاظ بالدولة التي أقامتها داخل الدولة طوال عصر مبارك، وتسعى أيضا إلى تطوير موقفها بأن تكون هي الحاكم الحقيقي أو الأساسي للبلد. وهذه كانت هي الصفقة المتفق عليها مع مبارك، جمال مبارك في الحكم مقابل إطلاق يد هذه القيادات الكنسية في لحم البلد وفي عظمها. تقصد أن المسيحيين يعني خايفين قلت القيادات مش المسيحيين اللي في الشارع دول جيراننا وحبايبنا واصحابنا واخواتنا وما فيش بعض وليس القيادات كلها، بعض القيادات المسيحية صعبان عليها ما حققته في عهد مبارك. لا مش بس كده، مش بس كده. انا اقول لحضرتك على حاجه. معلش يا استاذ محمد، احنا لا نستطيع ان نحمل انا اكمل. لا بعد اذنك، انا مش موافق تقاطعني يا استاذ حسن. انا موافق. لا انت ما ضد الحقيقه يا استاذ محمد. يا استاذ حسن انا بقول كلام، انا هقول لك على كلام في قلب الحقيقه. اتفضل. القمص مرقس عزيز وهو كاهن. انا معك. انا بعد اذنك اذا يا استاذ حسن، استاذ حسن مسيحيه مستفزه للغايه. استاذ حسن مش تصريحات، بتدور على الاسباب. انت بتدور على الاسباب. استاذ حسن حامد هناك ادب. بتدور على الاسباب. استاذ حسن حامد هناك ادب للحوار، ارجو الالتزام به. اتفضل. القمص مرقس عزيز وهو كاهن في الكنيسه القبطيه وتقاضى منها راتب حتى الان، ورفض البابا شنودة انه هو يوقف راتبه، مش بس انه هو يسقطه من لائحه كهنه الكنيسه. والقمص مرقس عزيز
الذي خرج من مصر في مارس 2008 الكنيسة المعلقة. نعم، الذي خرج من مصر في مارس 2008 تحت مسمى أنه ذاهب إلى أمريكا لإقامة الصلوات في الأعياد وسيعود، وهو لم يعد حتى الآن، وهو الرجل الذي ذهب على رأس الوفد الذي توجه إلى الأمم المتحدة وإلى الكونجرس وإلى الفاتيكان لتقديم طلب بحصار مصر وبشطب مصر من الأمم المتحدة، وطلب للولايات المتحدة الخارجية الأمريكية بأن تغلق سفارتها في مصر. هذه وقائع، ما نقوله حضرتك قلت منافي للحقيقة. لو عندك حقيقة غير اللي أنا بقولها دي بالورقة والقلم والرقم والاسم، أنا قلت أسماء وقلت تواريخ وقلت عناوين. إذا لا، بعد إذنك هذه حقائق. هناك أشخاص وهناك جهات تتصور أن دورها هو أنها تنهى تدي بنج. لا يا جماعة، البنج احنا خدناه كتير، لازم نفوق بمعنى ايه؟ مش بمعنى ان احنا نتحدى ولا ان احنا نتفجر، لا، بمعنى انه زي ما بيقول كده الشاعر الشعبي العظيم استاذ عبد الرحمن الابنودي، وكل شاعر كذب مربوط في مواله. تعالى كل واحد تآمر، كل مرقس عزيز، لماذا لا يحاكم مرقس عزيز بتهمة الخيانة الوطنية العظمى؟ هو اللي يروح، لو انا محمد القدوسي اللي قاعد دلوقتي، لو رحت وقدمت طلب مش لسفاره الفاتيكان وسفاره امريكا لسفاره جزر المالديف، وقلت لهم تعالوا حاصروا مصر، هتساب في حالي؟ لا. ولا هيعتبر خيانه عظمى؟ خيانه عظمى. طيب مش المواطنه تعني ان لكل المواطنين حقوق متساويه بغض النظر عن الدين او العرق او الجنس؟ طيب اذا كان في تمييز على اساس الدين او العرق او الجنس، مش ده سبب في حد ذاته سبب كافي للفتنه؟ طب طرحنا القصه دي، طرحنا القضيه دي. الاسلام اونلاين. استاذ اسلام عبد العزيز، انا الحقيقه برغم اتفاقي في بعض الاشياء مع الاخ الاستاذ حسن واتفاقي في اشياء مع الاستاذ محمد القدوسي، الا ان انا شايف ان احنا خارجين عن موضوع الحلقه اللي المفترض ان احنا نلتزم بيه، لكن هو كله بيصب. فخلينا اقول ان انا هو كله طرح، احنا كلنا مصريين مهمومون بما يحدث، لكن احنا عنوان الحلقه تحديدا يا استاذ احمد ان احنا الخروج لا الاعلام ودوره في الفتنه الطائفيه، لان انا اعتقد ان هو ده الملف الملتهب في المساله، وانا هأبرهن لحضرتك على فكره. تعقيب بسيط بس عشان ابين انا متفق في ايه ومختلف في ايه مع اخواننا. اتفضل. وبعدين هروح للطرح بتاعي. انا عايزين نقول ان تصرفات مرقس عزيز وبالاضافه لتصرفات الشباب اللي راحوا اذا صحت الروايه على كنيسه الماريناب وحاولوا يهدوها، ده تعبير حقيقي عن غياب الدوله المصريه. كويس، ماشي، تعبير حقيقي عن غياب الدوله. ماشي، ده معناه ان احنا حينما نفكر في من المخطئ ينبغي اولا ان نبحث عن الاسباب.